السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفراهيدي هو الخليل ابن أحمد ابن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي. هو شاعر وأديب وعالم في اللغة والنحو. ولد الفراهيدي سنة 718 ميلادية في جنوب شبه الجزيرة العربية في عمان، ثم انتقل إلى البصرة في العراق. كان الفراهيدي نابغة في زمانه، فهو من أعظم علماء القرن الثاني الهجري، حيث أنه ذو ثقافة متنوعة وعلم غزير ومطلع على مختلف العلوم، منها علم الرياضيات والموسيقى التي ألف فيها كتاب النغم. كان الفراهيدي متواضع ذو خلق رفيع وواسع الحكمة، واتسم بالزهد والورع، وكان على عكس معاصريه من العلماء والمفكرين العرب آنذاك، حيث كان يرفض الهدايا الفخمة من الحكام والولاة. وأثناء وجوده في البصرة عمل كمعلم للغة العربية، وكان يعيش في كوخ بسيط مصنوع من الخشب. فكان الفراهيدي زاهدا في الدنيا، فلم يكن يسعى للحصول على مال أو جاه. ومن حكايات زهده إن سليمان بن علي والي البصرة أراد مقابلته لتكليفه بتعليم أولاده بمقابل مادي، فبعث له رسول ليبلغه بذلك، فأجابه الفراهيدي بالرفض بأبيات من الشعر، والتي منها هذا البيت: أبلغ سليمان أني عنه في سعة، وفي غنى غير أني لست ذا مال. وكان أول عمل للفراهيدي هو ابتكار علم العروض، حيث ضبط أوزان الشعر العربي وحفظه من الاختلال والضياع. وقد اخترع هذا العلم وحصر فيه أوزان الشعر في 15 وزنا، كما اهتم بضبط أحوال القافية، وهي الحرف الأخير في بيت الشعر والتي يلتزم بها الشاعر طوال القصيدة. ثم قام أحد تلاميذه بعد ذلك باكتشاف البحر السادس عشر، ليصبح عدد أوزان الشعر 16 وزنا. ذاعت شهرة الفراهيدي بعد كتابه ومعجمه الفريد في مصنفات اللغة العربية كتاب العين، إذ يعتبر أول معجم جامع للألفاظ في اللغة العربية. وكان هدف الفراهيدي من هذا الكتاب هو ضبط اللغة وحصرها. توفي الفراهيدي في البصرة سنة 786 ميلادية، تاركا وراءه بصمات واضحة في التطور الحضاري للأمة العربية والإسلامية. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.